السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري ناديه بشدة في تصريحات مثيرة، اتهم الإدارة والجهاز الفني برميه تحت الحافلة، تحميله مسؤولية تراجع الفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي خلال التعادل مع ليدز يونايتد ب3 أهداف مقابل 3 أهداف، في إشارة واضحة إلى اقتراب نهاية علاقته بالنادي. حسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال صلاح: لا أصدق أنني جالس على الدكة 90 دقيقة للمرة الثالثة على التوالي، أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أنا محبط جدا، قدمت الكثير لهذا النادي عبر السنوات، خصوصا الموسم الماضي. الآن أنا على الدكة ولا أعرف السبب. وأضاف أنه يبدو أن النادي رماني تحت الحافلة، هذا ما أشعر به. واضح أن هناك من يريد أن يتحمل اللوم بالكامل. ورفض صلاح تحديد الجهة التي يقصدها داخل النادي. النجم المصري الهداف التاريخي لليفربول في حقبة البريمير ليج، واللاعب الذي توج هدافا للدوري 4 مرات، أشار إلى أن مباراة برايتون الأسبوع المقبل قد تكون الأخيرة له في إنفيلد قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، ملمحا إلى إمكانية الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية. أوضح صلاح: قلت كثيرا من قبل أنني أملك علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم يعد بيننا أي علاقة. لا أعرف لماذا، لكن كما أرى الآن يبدو أن هناك من لا يريدنا في النادي. وتابع: هذا النادي سأدعمه دائما، أبنائي سيدعمونه دائما. أحببت هذا النادي كثيرا. اتصلت بأمي بالأمس، كنتم لا تعرفون إذا كنت سألعب أم لا، لكنني كنت أعرف. قلت لها: تعالي إلى مباراة برايتون. لا أعرف إذا كنت سأشارك، لكن سأستمتع لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير قبل الذهاب إلى كأس أفريقيا، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. وعند سؤاله مباشرة عما إذا كانت مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، قال: في كرة القدم لا تعرف أبدا، أنا لا أقبل هذه الوضعية، قدمت الكثير لهذا النادي. صلاح الذي سجل 4 أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، إحداهما ركلة جزاء، واجه انتقادات حول قلة العمل الدفاعي، لكنه أكد أنه يشعر بأن النادي تخلى عنه رغم الموافقة على تجديد عقده ل2 في الربيع الماضي. وقال: تلقيت الكثير من الوعود، والآن أنا على الدكة 3 مباريات، لذلك لا أستطيع القول بأنهم أوفوا بوعودهم. هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أفهم لماذا يحدث هذا لي، ولو كان هذا في نادي آخر لرأيتم الجميع يخرج للدفاع عن لاعبه. لكن هنا يبدو كأنهم يقولون: ارمي صلاح تحت الحافلة لأنه هو المشكلة، وأنا لا أعتقد ذلك. فعلت الكثير من أجل هذا النادي. وأضاف: الاحترام هذا ما أريده، لا يجب أن أقاتل كل يوم لأجل موقعي. أنا لست أكبر من النادي، لكني كسبت مكاني. أنا هداف الفريق، أفضل لاعب، حققت الدوري بأسلوب استثنائي، ثم أجد نفسي أدافع عن نفسي أمام الإعلام والجماهير. هذا مؤلم جدا. وأشار إلى انتقادات قد تصدر من جيمي كارغر: أعرف جيدا النادي وكنت هنا لسنوات. غدا سيخرج كارغر ليهاجمني مرة أخرى، لا مشكلة، هذا طبيعي. أوضح صلاح إنه كان يتوقع الدفاع عنه أسوأ بما حدث في حالات أخرى. أتذكر حين لم يسجل هاري كين 10 مباريات، الجميع قال سيعود ويسجل، لكن مع صلاح الكل يقول يجب أن يجلس على الدكة. هذا غير منطقي. حول إمكانية الانتقال إلى السعودية، قال: لا أريد الإجابة عن هذا السؤال، لأن النادي سيأخذني إلى اتجاه مختلف. وعن الندم على تجديد العقد، أجاب: تخيلوا كم أشعر بالسوء لمجرد أنني مضطر للإجابة عن هذا السؤال. هذا مؤلم. لن أندم على التوقيع لليفربول. كنت أعتقد أنني سأجدد وأنهي مسيرتي هنا، لكن الأمور لا تسير كما خططت لها. السؤال هو: لماذا يجب أن ينتهي الأمر بهذا الشكل؟ أنا في أفضل لياقة قبل 5 أشهر.
كنت أحصد كل الجوائز الفردية. لماذا تتجه الأمور بهذا الاتجاه؟ تصريحات صلاح التي تعد الأقوى منذ انضمامه للنادي في 2017 فتحت الباب على مصراعيه أمام انتقال محتمل في يناير، مع استمرار اهتمام أندية سعودية بخصوص ضمه بعرض مالي ضخم. صلاح الذي سجل 250 هدفا بقميص ليفربول منذ انضمامه عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه استرليني، وحقق مع النادي لقبين في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكنه اليوم يقف أمام لحظة مفصلية قد تغير مصير مسيرته مع الريدز. هذا وقد علق النجم الإنجليزي السابق جيمي كارتر على التصريحات القوية التي أدلى بها الدولي محمد صلاح جناح ليفربول خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعد الجدل أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي قرار من مدرب ليفربول أرني سلاوت. وشاهد صلاح من الدكة تعادل فريقه بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف أمام ليدز بعدما فشل اللاعبون في الحفاظ على تقدمهم. وخلال حديثه لوسائل الإعلام خرج صلاح عن صمته ووجه انتقادات لاذعة لسلاوت، مؤكدا أن علاقته بالمدرب الهولندي انقطعت وأنه يشعر بخيبة كبيرة. ولم يتأخر كراجر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق في الرد، إذا قال موجها كلامه لصلاح: اسمح، أنت ملك مصر وأعظم جناح في التاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا أتفهم إحساسك بالظلم، لكن الحقيقة أنك تقدم مستويات سيئة للغاية، ولا يصح أن تتحدث بهذا الشكل فقط عندما يتعلق الأمر بأساطير مثل دلجاش وراش. لم يتصرفوا بهذه الطريقة. ما تفعله الآن تصرف طفولي. وأضاف: لماذا تقول هذا الآن؟ هذا هو الوقت الذي يجب أن تشعر فيه بالخجل وأن تعتذر لسلاوت عن تصرفك. ختم كراجر بأن على صلاح أن يتحلى بالهدوء والاحترافية، مؤكدا أن ما حدث لا يليق بنجم حجمه وإمكانياته في النادي. وكانت التقارير أشارت إلى أن صلاح لمح لإمكانية أن تكون مباراة ليفربول المقبلة أمام برايتون السبت هي الأخيرة له على ملعب انفيلد قبل التحاقه بمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية في المغرب 2025. مشاهدة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.